هذا المكان المبارك. ثانيا ولا ننسى أن نصلي ونسلم على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. المكرم الحكماء المكرم الأساتذة والأساتذة ثم الطلاب والطالبات المحبوبة. طيب، سأكتب أمامكم جميعا بالموضوع أرقل الإسلام. أيها المستمعون الكرام، قد عرفنا من وسائل الميديا والتلفاز والجريدة وغيرها أن أرقل الإسلام ومصائبها، وكان المسلم متأخرا في هذا الزمن إما من جهات الاقتصادية والسياسية والعلوم التكنولوجية وغيرها. في وقت ما كان المسلم في تقدم وكان متحدث واستطاعوا جمع دين الإسلام متقدما في 7 قرون. والآن لماذا كان المسلم غير متحدث؟ لإجابة تلك السؤال نحن نستطيع أن نوازن بين منبع القوة الإسلامية إما من جهات الأخوة والقدرة والعلوم وغير ذلك. لوجود هذا الفكرة يحتاج على اتحاد الإسلامية. ومعه المنظمة الشبابية بإعراف الرموز الإسلام. المثال كلمة إن شاء الله، ما شاء الله، الله أكبر وغير ذلك. وإحياء الروح الجهاد للمسلم في سبيل الله لانتشار الدعوة الإسلامية في كل ناحية من الناحية. أيها المستمعون الكرام، لا تخف ولا تحزن، دع هجرتك وانسى رؤيك الجميلة لانتشار الدعوة الإسلامية. أيها المستمعون الكرام، تيقن أيها الإخوان إن الإسلام إذا وجد واحد أن يذيع الإسلام فلن يقدر، لأن الدين عند الله الإسلام. آخرا، حيا ندعو إلى الله تعالى. طيب، يمكن هذا مني. شكرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.